بطل من أبطال الحربية والحرس الجمهوري لرئيس عبد الفتاح السيسي جاله أزمة قلبية مفاجئة في عز شبابه ورحل بعدها. رحيله كان صدمة لكل اللي يعرفوه. الرائد عمرو حسين ابن المنيا كان خدوم وبشوش وعمره ما تأخر عن مساعدة أي حد، والكل بيشهد له بده. من البطل الرائد عمرو حسين وازاي رحل فجأة وليه الكل حزين عليه كده؟ الساعات اللي فاتت انتشرت صور للرائد عمرو حسين وكل اصدقائه ومعارفه نعوه، ولفت في كلامهم انهم اجمعوا على بعض الصفات فيه لمسوها منه بالتعامل معاه في مواقف كتير. الرائد عمرو حسين بطل من ابطال الحربية دفعة 104، فكان قريب من كل اللي كان قبله في الدفعات السابقة واللي بعده، ومساعد ليهم جدا واستقبلهم بكل حفاوة وبشاشة. وصديقه عمر يحيى حجازي قال عنه: اول ما دخلت الكلية كان اول واحد استقبلني وعلمني يعني ايه عسكريه، وكان مثل اعلى للكليه كلها. ما كانش بيسيب لي عيد ميلاد الا ويعيد عليا: اشهد الله انك كنت من خيره الرجال واحسنهم خلقا وصدقا. طبعا رحيله مفاجئ لانه صغير في السن وكمان مهتم بلياقته جدا وصحته بحكم حياته وعيشته وشغله، ولكن امر ربنا ونصيبه يرحل في التوقيت ده وبالطريقه دي كمان. طبعا الجنازه هتكون عسكريه في مسقط راسه في المنيا، بس لحد دلوقتي ما تمش تحديدها، فربنا يرحمه ويصبر اهله واصدقائه. ادعوا له بالرحمه.